السلام عليكم. طبعا انتم مستنيين تعرفوا ايه الجوائز بتاعة التحدي. مبدئيا كده النهارده اليوم الرابع من ايام التحدي، 10 ساعات مذاكرة لمدة اسبوع. وعايز اطمنك، لو ما لحقتش التحدي من الاول ده مش معناه ان انت مش هتفوز بجائزة. لو اشتركت في يوم واحد من التحدي فانت كده ممكن ان شاء الله تفوز بجائزة. جائزة التحدي هي بلطة هدية. هختار كام واحد منكم اديهم بلطهات. الهدف من التحدي ان انت تدخل في المود بتاع المذاكرة، فيوم واحد بس 10 ساعات كفيل ان هو يخليك تذاكر اليوم اللي بعده حتى وان كان وقت اقل. فكان الهدف ان انت تدخل في المود بتاع المذاكرة زي ما قلت لك. الجوائز هبعتها لكم عن طريق شركات الشحن ان شاء الله. كده في موقع بيبيع بلطوهات، هدخل انا ادفع لك التكلفة بتاعة البلطو، والبلطو هيجي لك عن طريق الشحن. طيب افرض بقى انت كطالب مثلا مش عايز البلطو مش هيفيدني في حاجة، فمش عايز البلطو دلوقتي. هديك السعر بتاع البلطو، هنعرف السعر بتاع البلطو بكام وابعت لك الفلوس دي على فودافون كاش تشتري بها اي حاجة. وان كان العدد قليل بتاع الناس اللي بتدخل في التحدي، بس صدقوني والله العظيم ربنا يعلم قد ايه انا فرحان جدا بيكم وبالناس اللي بتدخل تقول لي انا ذاكرت 10 ساعات. حسيت ان انا بقيت يمكن مؤثر حتى وان كنت مؤثر في عدد صغير من الناس. فدي حاجة بالنسبة لي حاجة جميلة جدا. فيمكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها كده ايه في الآخرة ثواب لينا ان احنا بنأثر بالإيجاب في الناس، مش بنأثر بحاجة سلبية. وعلشان كده حكمة النهاردة ان انت لازم تسيب أثر في الحياة. اي حد هيعرفك لازم تكون سايب فيه أثر كويس. صاحبك، اخوك، سواء بقى صاحبك، حد الدكتور بتاعك، مدرسك، حد اتعاملت معاه حتى ولو مرة واحدة، لازم يفتكرك بالأثر الكويس ده، لأن احنا ما إلا ذكريات في حياة بعض. سلام.